شجار تطور إلى مقتل الصحفي العراقي ليث محمد رضا. نتعرف معا على التفاصيل، ولكن قبل البدء لا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل ما هو جديد. قتل الصحفي العراقي ليث محمد رضا العامل بوكالة الأنباء العراقية الرسمية أثر مشاجرة تطورت إلى إطلاق نار في وسط العاصمة بغداد، ونعت الوكالة الأنباء العراقية فقيدها ووصفت مقتله بالعمل الإجرامي الجبان. هذا ودعت الأجهزة الأمنية لملاحقة المتورطين بقتله، وقالت الوكالة: لقد كان الشهيد ليث محمد رضا مثالا للموظف المخلص والمتفاني في عمله، وكان يتمتع بأخلاق عالية وروح طيبة، وكان محبوبا من قبل جميع زملائه. وأدانت الوكالة بشدة هذا العمل الإجرامي الجبان، مطالبة الأجهزة الأمنية بالتحقيق الفوري في الحادث وتقديم الجناه إلى العدالة لينالوا جزائهم العادل. كما أكدت قيادة الشرطة في العاصمة بغداد أن الحادث لم يكن اغتيالا، بل نجم عن مشاجرة بين المجني عليه وأحد جيرانه، وأنها فتحت تحقيقا بالموضوع